أفضل 10 أفلام مصرية تستحق المشاهدة. في الفيديو ده هقدم لكم أفضل 10 أفلام حديثة من أعظم وأفضل الأفلام المصرية في الألفية الجديدة، والأفلام دي تم تقديمها بإخراج متقن وإنتاج عالي وأداء مميز من كل الممثلين. وهقول في الفيديو ده اسم الفيلم وقصته وسبب اختياري ليه باختصار شديد علشان طبعا طول الفيديو. بس في البداية برشح ليك موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا نبدأ قائمتنا. الفيلم الأول معانا هو فيلم تراب الماس، وده فيلم من الأفلام المميزة اللي شدت انتباه الجمهور المصري، وده لأنه بيناقش قضايا الفساد في المجتمع بشكل جريء ومختلف من خلال قصته اللي بتحكي عن طه، الشاب الصيدلي اللي عايش حياة روتينية مع والده القعيد، ولكن حياته بتتقلب تماما بعد موت أبوه، وبيكتشف أسرار خطيرة عن ماضيه واستخدامه لمادة تراب الماس علشان يتخلص من الفاسدين. أنا مش هسكت. حلمت بيك في بدروم، دخل عليك واحد صاحبي خدك من إيدك، رحت مشوار مع بعض. الفيلم ده بيتميز بأداء تمثيلي رائع، وخاصة من آسر ياسين في دور طه، وماجد الكدواني في دور الضابط الفاسد وليد سلطان. وكمان ما ننساش المخرج المتميز مروان حامد اللي قدر ينقل لينا أجواء الرواية اللي بيستند ليها الفيلم بشكل مميز وجذاب، مع استخدام الموسيقى التصويرية المناسبة للأحداث. ومن ناحية تانية في الفيلم بيناقش فكرة الانتقام والعدالة، وهل من حق الفرد إن هو ياخد حقه بإيده ولا لأ. الفيلم التاني معانا هو فيلم تيتو، اللي بيحكي لينا عن شاب اسمه طاهر عبد الحي المعروف بتيتو، اللي دخل عالم الجريمة من صغره بسبب ظروف حياته الصعبة، وبعد ما قضى سنين في الإصلاحية والسجن بيشتغل مع ضابط شرطة فاسد اسمه رفعت السكري في عمليات مشبوهة. ولكن حياته بتتغير لما بيقابل رجل أعمال اسمه فارس، واللي بيحاول يساعده ويبدأ حياة جديدة، ولكن بيقابل نور اللي بيحبها وبيتعلق بيها. ما قدرتش تعمل إيه يا روح أمك؟ الدنيا اشفرت وما بقتش زي الاول. أنا بابا يالا. أحمد السقا في دور تيتو، واللي قدمه ببراعة وعرف يورينا الصراع الداخلي بين رغبته في التوبة والضغوط اللي عليه اللي بتدفعه للعودة للجريمة. وكمان حنان ترك في دور نور اللي كانت رمز للأمل والتغير في حياة تيتو. أما بقى دور الضابط الفاسد رفعت السكري، والشخصية دي قدمها خالد صالح بشكل مميز وأظهر تعقيدات الشخصية بمهارة كبيرة. اما الفيلم التالت معانا هو فيلم اسف على الازعاج، الفيلم اللي بيحكي لينا عن مهندس طيران ناجح اسمه حسن، وعنده طموح ان هو يعمل مشروع كبير يقلل فيه من استهلاك الطيارات للوقود. حسن ده زي اي شاب طبيعي بيعيش مع ابوه وامه، وبيستشير ابوه وبياخد رايه، ولكنه بيحب فريدة. ومع تطور الاحداث بنكتشف مفاجأة صادمة عن حياة حسن. انا كمان نفسي يبقى كفايه. انا مش عارف، مش شايفيني عاقل، مش شايفيني مجنون. هو فين؟ اسكتي. لا مش هسكت. لا مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. مش هسكت بقى. اسكتي. مش هسكت. الفيلم ده نجح جدا في دمج الكوميديا مع الدراما بشكل مميز، وقدم أحمد حلمي أداء رائع في دور بعيد عن الكوميديا التقليدية اللي كان بيعملها قبل كده. الفيلم حصل على جوائز كتير، ومنها أفضل فيلم وإخراج وسيناريو في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية. والفيلم الرابع معانا هو فيلم العالمي، اللي بيحكي لينا عن مالك لاعب الكرة الموهوب اللي بدأ في نادي صغير، وبفضل مهاراته انتقل للنادي الأهلي، وكمان كان قائد منتخب مصر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم. الفيلم بيستعرض رحلة مالك من البداية والتحديات اللي واجهها سواء في حياته الشخصية أو المهنية، ورغبته في الاحتراف في نادي أوروبي.
موضوع الكورة ده تشيله من دماغك خالص. ما تزعلش نفسك، انا هدخل ماسكه ساعات تاني. وقابلني يعني. وبيتميز الفيلم بأداء قوي من يوسف الشريف مع مشاركة مميزة من دلال عبد العزيز وصلاح عبد الله. الفيلم بيجمع بين الدراما والرياضة بشكل مميز وملهم. وخامس فيلم معانا هو فيلم طلق صناعي اللي بيحكي عن حسين وزوجته الحامل اللي بيحاولوا يسافروا لأمريكا بأي طريقة، ولما السفارة الأمريكية في القاهرة رفضت طلبهم للتأشيرة قرروا إن هم يلجأوا لحيلة جريئة، وهي إن الزوجة تاخد حبوب طلق صناعي علشان تولد جوه السفارة، وبكده المولود هياخد الجنسية الأمريكية. ولكن الأحداث بتتصاعد لما حسين بيلاقي نفسه مضطر إن هو ياخد الناس اللي جوه السفارة كرهاين علشان يحقق هدفه. اختطاف في السفارة الأمريكية واحتجاز رهان يا فندم. قام أدميرال حافظ البرديسي. قول لهم أنا مش خارج من هنا غير يا ولادي على كتافي يا ظهري على الخشبة. الفيلم بيناقش بشكل كوميدي ساخر رغبة المصريين في الهجرة، وبيعكس التحديات اللي بتواجههم في بلدهم. المخرج خالد دياب قدر يبرز الجانب ده ويدمج ده بشكل ذكي مع الكوميديا والنقد الاجتماعي والسياسي، وده ظهر في أداء الممثلين المتميز، وخاصة ماجد الكدواني اللي قدم شخصية الأب اليائس بإتقان. اما بقى الفيلم السادس معانا هو فيلم عمارة يعقوبيان. الفيلم ده بيستعرض حياة سكان عمارة قديمة في وسط البلد. الفيلم بيقدم شخصيات متنوعة زي زكي الدسوقي الارستقراطي العجوز اللي بيدور على متع الحياة فقط، وبوسينة البنت البسيطة اللي بتواجه صعوبات الحياة الاقتصادية، وكمان بنشوف حاتم الصحفي اللي ليه ميول مختلفة. انت بتكلم راجل يقدر يوقف البلد يقعدها. نريدها أمة إسلامية. يبص على البلد اللي باظت، يبص على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا، دلوقتي بقت مسابل من فوق ومن تحت مسخ. المخرج مروان حامد نجح ان هو يمثل لنا الرواية في شكل فيلم، وقدر يقدم صورة واقعية عن المجتمع المصري والتغيرات اللي حصلت فيه. أداء الممثلين كان مميز جدا، وخاصة من عادل إمام في دور مختلف عن أدوار المعتادة، وخالد الصاوي اللي قدر يجسد شخصية جريئة ومعقدة. والجدير بالذكر إن الفيلم ده أثار جدال واسع خلال عرضه بسبب تناوله مواضيع حساسة زي الفساد السياسي والتطرف الديني وعالم الألوان، وأظن أنت كده فهمتني. وبالرغم من كده الفيلم حقق نجاح كبير ونال استحسان النقاد والجمهور، واعتبروه واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية. أما بقى الفيلم السابع وهو فيلم إبراهيم الأبيض. الفيلم ده بيستعرض حياة إبراهيم اللي شاف والده بيتقتل قدام عينه وهو طفل صغير، فلما كبر بقى عنده رغبة للانتقام وانضم لعصابة عبد الملك زرزور. بس حياة إبراهيم بتاخد مسار جديد لما بيقع في حب حورية، ودي حبيبة عبد الملك زرزور. تيجي شغل حاجة ما بحبش انا الجمال وما باخدش حاجه من حد، لا غريب ولا قريب. الفيلم بيقدم حياة واقعية وقاسية عن عالم الجريمة في العشوائيات، والفيلم بيتميز بمشاهد الأكشن والإخراج المتقن جدا، وأداء أحمد السقا كان قوي وقدر يجسد شخصية إبراهيم ببراعة، وكمان محمود عبد العزيز اللي قدم دور زعيم العصابة بشكل أيقوني. الفيلم الثامن معانا هو فيلم الفيل الأزرق. الفيلم بيحكي عن الدكتور يحيى راشد، وده طبيب نفسي بيرجع للشغل بعد غياب 5 سنين، وبيطلب منه تقييم الحالة العقلية لصاحبه القديم شريف الكردي اللي متهم بجريمة قتل غامضة. وخلال الأحداث يحيى بياخد حباية الفيل الأزرق
اللي بتدخله في عالم موازي، وبيبدأ يكتشف أسرار تربط بينه وبين عالم الجريمة. يحيى، انت كده كملت 5 سنين انقطاع عن العمل. ايه رأيك في 8 غرب؟ 8 حاجة تليق كده بمتهمين جرائم نفس. أقل واحد فيهم قتل عيلته كلها بدم بارد. نسبة الهروب من المكان ده ما تتعداش 0. الفيلم طبعا بيتميز بجودة إخراجية عالية وكمان مؤثرات بصرية متقنة. الفيلم ده خلى الناس تشوفه إن هو بمستوى الأفلام العالمية اللي بنشوفها في هوليوود، وأداء كريم عبد العزيز كان متميز وقدر يجسد تعقيدات الشخصية ببراعة، وكمان خالد الصاوي اللي قدر يمثل دور صعب ومعقد وأثبت قدراته التمثيلية العالية. الفيلم بيتناول بعض المواضيع زي الأمراض النفسية والعالم السفلي والماورائيات، وأثار جدل واسع، ورغم كده حقق نجاح كبير سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وفي ناس اعتبروه واحد من أفضل الأفلام المصرية في العقد الأخير. اما بقى الفيلم التاسع معانا هو فيلم وقفة رجالة. الفيلم ده بيجمع ما بين الكوميديا والدراما بشكل ممتع. الفيلم بيحكي عن 4 أصدقاء قدامى، واللي بيقوم بشخصياتهم هو ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب وشريف الدسوقي، واللي بيتجمعوا بعد سنين طويلة علشان يساعدوا صاحبهم اللي بيمر بأزمة نفسية بعد وفاة مراته، وبيقرروا ان هم يطلعوا مع بعض في رحلة سياحية، والرحلة دي بتكون مليانة مواقف طريفة ومؤثرة وبتكشف لينا عن مدى صداقتهم وتفاصيل حياتهم الشخصية. يا ابني ده احنا اخر مرة اتفقنا نتقابل وتقابلنا بالفعل كان من 3 اشهر. احنا متقابلين رمضان اللي فات يا مسطول. ما رمضان اللي فات من 3 شهور. هات المفاتيح انا اللي هسوق. هي تركة ابوك مثلا هتغلط ابويا اغلط امك يا شوقي. يا اخوان انا اللي هسوق. الفيلم بيعتمد على البطولة الجماعية، وكل ممثل قدم أداء مميز، وخاصة ماجد الكدواني اللي ضاف للفيلم لمسة كوميدية وإنسانية، وكمان بيومي فؤاد وسيد رجب اللي قدموا أدوارهم بخفة دم وتلقائية. وبالنسبة للإخراج فكان سلس ونجحوا في دمج الكوميديا والدراما بشكل متوازن، رغم إن الفيلم تعرض لانتقادات كتيرة بخصوص التشابه ما بينه وبين الأفلام الأجنبية زي فيلم لاست فيجاس، إلا إنه قدر يحقق نجاح كبير في دور العرض، وخصوصا في السعودية واللي حقق فيها أعلى نسبة مشاهدة لفيلم في تاريخها. واما بقى الفيلم الاخير معانا هو فيلم الكنز. الفيلم اللي بيقدم حكايات متشابهة عبر 3 فترات زمنية مختلفة، العصر الفرعوني والعصر العثماني والنص الاول من القرن ال20. القصة بتركز بشكل خاص على حسن بشر اللي بيرجع من اوروبا لمصر بعد وفاة ابوه، وبيكتشف ان ابوه سايب له وصية مسجلة ومجموعة من البرديات والمخطوطات اللي بتكشف اسرار عن الكنز المدفون في منزل العيلة بالاقصر. الكنز اللي انا سبته لك. مين الأقدر بحكم مصر؟ أنا؟ وعلاقة حتشبسوت بعلي ازاي بقى؟ مش شرايك لابويا فيها. احنا الحب المستحيل. الفيلم بيتميز بإنتاج ضخم وإخراج متقن، واعتبروه محاولة جريئة لتقديم فيلم تاريخي مصري بيغطي 3 فترات مختلفة. ده غير إن الناس كمان شافت أداء محمد سعد بأنه أداء مميز جدا، خاصة بعد الأدوار الأخيرة اللي قدمها، وطرح تساؤلات عن السلطة والدين والحب عبر العصور. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا احب اشكركم واقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتزوروا موقعنا وتقولوا لنا ايه هو اكتر فيلم مصري عجبكم في الألفية الجديدة، وسلام.